بكل صراحه يعني هذه ما فهمتش انا كيفاش خرج هذا الكلام هذا. انا الان في التدريب مع النادي الخنيطري، انا ملتزم مع النادي الخنيطري بعقد. اللي كاين هو انني انا لما وصلت ل5 شهور المستحقات ديالي. كاين كثير من المستحقات دفعت شكايه بعد علمت النادي الخنيطري عبر مرحلتين. المرحله الاولى، المرحله الثانيه لما ما استجبوش للطلب ديالي علمت كذلك الجامعه. كنظن بان الملف في يد الجامعه، رغم ان الجامعه تاخرت كثير باش ترد على هذا الملف هذا، لان لا يعقل انني نتحمل المسؤوليه لوحدي داخل المدينه الجميله ديال قنيطره اللي الجميع كيعرف المشاكل اللي كتعيشها. انا لما دفعت شكايه الى الجامعه على اساس انه كثير من الرؤساء يعني كيفاش يمكن حنا غادي نسيروا، كيفاش غنشتغلوا في ظل هذه الظروف هذه، ومن بعد انا اللي غنتحمل المسؤوليه في النتائج عادي. ولذلك انا سعيت باش ندفع الى الجامعه على الاقل باش نعطي الراي العام هذه الوضعيه هذه اللي كنعيشوها الجميع. هذا من جهه. من جهه اخرى ان يعني انا كننتظر كذلك لان عندي في العقد بانه هو كاين المده ديال شهر خصك تعلم النادي. انا علمتهم الان قرب يكمل شهر الى النادي القنيطري استجب واعطاني المستحقات ديالي. انا ابقى دائما قنيطري. اذا ما عطانيش المستحقات ديالي شنو؟ انا هو الشهر الخامس، يعني تقريبا نصف ديال السنه. شحال نقدر نصبر اخ عادل؟ لا انا ولا اللاعبين. اللاعبين شحال يقدروا يصبروا؟ الان داخلين في المحاكم، داخلين في المشاكل، في طعونات. هذا ما كيفاش يمكن حنا باش نتكلموا على المريني؟ يعني حتى نرتبوا البيت ديال النادي القنيطري. البيت ديال النادي القنيطري ما مرتبش، يعني كل شيء مرتب، كل شيء على ما يرام، غير المريني اللي ما قامش الواجب ديالو. يعني بكل صراحه يعني انا اتاسف كثيرا. وواحد القضيه اخرى الاخ عادل، هو ان المريني راه حر من ناحيه ان ملي كينتهي التدريب ديالي يمشي فين ما بغى، انا ملتزم بعقد مع النادي القنيطري، لا زلت مع النادي القنيطري بكل تفاني بكل اخلاص، ولكن فوق طاقتك لا تلام. ما يمكنش الوضع يبقى هكذا حتى لاخر السنه. نعم. اخر السنه يمكن غيبقى اخر السنه هكذا راه عيب وعار. نعم. نحترموا الجمهور النادي القنيطري. الان ما بقاش كيدخل الملعب بسبب هذه التطاحنات، بسبب الوضعيه اللي كاينه في الراهنه ديال النادي القنيطري. كان يعني كيخاص يتلقى الحل. الاخ عادل هذا كلام غير صحيح، لان لا يعقل. انا عندي عقد غادي نمشي ندرب فريق ثاني، ما يمكنش هذا. هذه ما كيتقبلهاش العقل الاخ عادل. ما عندها حتى شي اساس من الصحه. ما عرفتش اللي خرج هذا الكلام هذا، ولكن انا محترم العقد ديالي. ولكن الناس شافوك البارح في مكناس. محترم البنود ديال العقد كلها. انا في مدينه قنيطره الان كندرب النادي القنيطري. هذا كل ما يقال اخ عادل. نعم. واخا البارح الناس شافوك في مكناس السي المريني. اخ عادل شوف، واحد القضيه خصك تعرفها، بان انا لما كنكمل التدريب ديالي يعني انا حر نمشي في اي مدينه في ما بغيت. وغدا الا مشيت لفاس راه دربت فاس، غدا الا مشيت لخريبكا راه دربت خريبكا. ما يمكنش. يعني انا عندي العائله ديالي في مكناس، مشيت زرت مكناس، ما عندها حتى شي معنى انني كنت في مكناس راني دربت نادي مكناس. نعم. انت دابا في لونطري؟ انا في التدريب، انا مع اللاعبين في التدريب.